بسبوسة ال10 دقايق. ما بعرف وين كنا عن هاي البسبوسة. أذكى بسبوسة ممكن إنكم تاكلوها وكتير سهلة وبسيطة. أول إشي هون رح أطحن بالبسكوت دايجستيف مع 3/4 من الزبدة، معلقة ونص كبيرة عندي من القشطة. رح نطحنهم منيح لنحصل على هذا القوام، وبعدين بكل صحن أنا حطيت تقريبا 3 معالق كبيرة من البسكوت، وبعدين ضغطت عليه بهالشكل. حطيت عندي قشطة فريش عندي في كيس تزيين، وبعدين حطيته عندي فوق البسكوت وملست عليه لحتى يتساوى السطح ويكون متساوي. بعدين عندي رح أعمل بسبوسة: كوب سميد، ربع كوب حليب بودرة، ربع كوب سكر، وربع كوب مي، وربع كوب من الزيت، 3 معالق كبيرة من الزبادي، شوية فانيليا، و3/4 معلقة كبيرة عندي من البيكنج باودر. بنخلطهم كتير منيح لنحصل على هذا القوام. بعدين كمان بكيس تزيين عندي حطيتهم فوق القشطة، وبنملس سطحهم بشوية زيت وبخبزهم على حرارة 180 10 دقايق. هيك شكلهم بعد ما طلع من الفرن. بنسقيهم بشوية قطر وبنزينهم عنا حسب الرغبة، واستمتعوا بأذكى بسبوسة وصحتين. مرحبا، وصفتنا لليوم أنجح عجينة قطايف ممكن تعملوها. رح تزبط معكم من أول مرة. رح أحكي كل التفاصيل بالفيديو. شوفوا عندي كيف طرية، ورح تضل طرية كمان عنا ل3-4 أيام. أهم شي عندي إنها هي بتلزق ومنيح وما بتفتح عندي وقت القلي أو الشوي. أول إشي عندي بالخلاط رح أحط 3 أكواب عندي من المي الدافية المائلة للسخونة، كوبين عندي من الطحين، نص كوب من السميد، 3 معالق كبيرة من السكر، و3 معالق صغيرة عندي من البيكنج باودر، رش من الملح، وأقل من نص معلقة صغيرة من البايكربونات. رح نخلطهم كلهم أقل شي عندي 8 دقايق لحتى يصير عندي خليط كريمي متجانس ما في أي تكتلات. رح نحطه عندي في مصب القطايف. شوفوا عندي كيف الخليط قوامه، ونتركه يرتاح مدة 10 دقايق في مقلة ساخنة، ونخلي النار متوسطة. رح نبلش نصب عندي بالقطايف بهالشكل. الحجم طبعا اللي انتو بدكم اياه، لازم تكون عندي الفقاعات كتيرة وصغيرة. اول ما بينشف عندي السطح بشيل عندي حبة القطايف، وشوفوا عندي النتيجة ما احلاها. هاي النتيجة احلى من اي مطعم ممكن انتو تشتروا القطايف منه. هون انا حشيتها عندي بجبنة الموزاريلا، انتو ممكن تحشوها اي حشو بدكم اياه. شوفوا عندي كيف سكرت منيح، ولما قليتها هون عندي بزيت غزير ما فتحت معي القطايف. هون عندي بعد ما تحمرت حطيتها عندي بقطر تقيل وبارد، وهي النتيجة وصحتين. بسبوسة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة. شو أحكي لكم عن هاي الوصفة؟ أذكى وصفة بسبوسة ممكن إنكم تاكلوها، وكتير بسيطة وسهلة. أول إشي بنحط 3 بيضات، نص كوب من السكر، معلقة صغيرة من الفانيليا، بنخفقهم على سرعة عالية لينفش الخليط ويبيض معنا بهالشكل. بنبلش نضيف باقي المكونات: كوب زيت، علبة قشطة، نص كوب حليب بودرة، 3 معالق كبيرة من الكاكاو المر، وبعدين رح نضيف عنا كوب من السميد بالتدريج، وآخر إشي معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وبعد ما خلصنا خلط بهالشكل رح نحطهم بصينية الفرن، وبعدين نحط عليهم شوية شوكولات شيبس وعلى حرارة 180 نص ساعة. هلا رح نعمل التشريب: كوب حليب ساخن، معلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من الكاكاو البودرة. رح نعمل الصوص: نص كوب من المي، نص كوب من الزيت، نص كوب من السكر، معلقتين كبار حليب بودرة، ومعلقتين كبار كاكاو بودرة، وراح نحطهم بالثلاجة. هيك البسبوسة لما صارت جاهزة معنا رح نشربها عنا بالخليط اللي عملناه، وبعدين رح نحط عنا الصوص. شوفوا عنا كيف تقل معنا. رح نفرده كتير منيح، ونحط كمان شوية شوكولات شيبس وهي سخنة، واستمتعوا بألذ بسبوسة وصحتين. تشيز كيك التمر. هذا الحلا اليوم من جماله مش قادرة أوصف لكم إياه. شكله لحاله بيحكي. أجمل وألذ تشيز كيك راح تاكلوه. بالبداية حنحط عنا بسكوت مطحون، زيت نباتي، معلقة قشطة، وشوية زبدة مدوبة. رح نخلطهم كلهم مع بعض، وبعدين نبلش نرصهم ونضغط عليهم بالصينية بهالشكل. بعدين حنحطها عنا على جنب. رح نخلط هلا عنا مكونات طبقة التشيز: علبتين من القشطة، نص علبة من الحليب المكثف المحلى، كوب من التمر المعجون، ورشة من القرفة، و10 حبات من مكعبات الجبن، وممكن تحطوا كمان هيل مطحون. رح نخلطهم كتير منيح لنحصل على هالقوام، وبعدين نفردهم فوق طبقة البسكوت ونساوي سطحهم كتير منيح، وعلى الفرن 10 دقايق يتماسك معنا. الطبقة الأخيرة رح نحتاج مي، كريم كراميل، قهوة سريعة الذوبان. رح نحركها ونتركها لحتى تغلي معنا، وبعدين نبلش نصبها فوق طبقة التشيز بهالشكل، وعلى الثلاجة أقل إشي ساعتين وصحتين.
حلو الشارلوت على طريقة أختي، من الحلويات اللي كتير مرتبة وفخمة بالتقديم. طبقات من البسكوت مع الكريمة، والأهم من هيك كتير زاكي وبسيط. أول إشي كوب من كريمة الخفق، نص كوب من كريمة الشانتي، 300 جرام من القشطة، ونص علبة من الحليب المكثف المحلى. رح نخلطهم كلهم عنا على سرعة عالية بهالشكل لتتكون عنا كريمة كتير تقيلة ومتماسكة. هذا هو القوام اللي بدي إياه. وبصحون التقديم أنا هون استخدمت صحون صغيرة، حطيت طبقة من الكريمة، بعدين طبقة من البسكوت بعد ما غمسناه بمي وقهوة سريعة الذوبان. راح نكرر عنا الطبقات، بتعملوا 3 أو 4 طبقات حسب الرغبة. أنا هون عملت 3 طبقات، وبعدين على الثلاجة أقل إشي ساعتين ليتماسك معنا، وبعدها بنزينه حسب الرغبة. أنا هون زينته بخطوط من الكراميل، وبعود أسنان عملت طبعا هذا الشكل السهل الحلو. وبعدين زينت الحواف عنا ببسكوت، واستمتعوا بألذ حلا وصحتين. على الكافيهات وب10 دقايق بس رح نعمل ألذ وأسهل حلا ممكن تاكلوه. هون رح أحكي كل التفاصيل لنطلع بهاي النتيجة المذهلة. أول إشي عندي رح أطحن 250 جرام عندي من بسكوت الشاي، نص كوب من السكر، 8 مكعبات جبنة كريمي، وعلبتين من القشطة، ونص كوب عندي من كريمة الخفق. رح نطحنهم مع بعض لنحصل على هالقوام. هلأ في كاسات التقديم رح أحط عندي شوية من الكيك، وحسقيه عندي بحليب مدوب فيه قهوة سريعة الذوبان، وأضغطهم بهالشكل. بعدين رح أفرد عليهم الكريمة اللي عملناها ونوزعها بشكل متساوي، ونملس عليها بهالشكل. بعدين عندي حجيب 150 جرام من حبيبات الشوكولاتة، عليهم علبة قشطة، وعلى الميكروويف دقيقة. وبعدين عندي لما تدوب أفردها كطبقة أخيرة عندي بهالشكل زي ما احنا شايفين. حنزينها هون، انا زينتها بخطوط من الكريمة نفسها اللي انا استخدمتها. وبعدين عندي بعود الاسنان شكلتها بهاي الطريقة وزينتها عندي بهالشكل، وعلى الثلاجة نص ساعة، وبعدين نقدمها. استمتعوا بألذ حلا ممكن تاكلوا وصحتين. كيكة الشاموال باردة، من الكيكات اللي جدا لذيذة وبتبرد على القلب، وطريقة عملها كتير بسيطة وسهلة. أول إشي في بايركس رح أصب قطع من الكيك. أنا هون عندي استخدمت الكيك الجاهز، وبعدين سقيته بشوية حليب مدوب فيه قهوة سريعة الذوبان. بعدين حطيت عندي 3 أكواب من الحليب، 3 أظرف من الكريم كراميل، حركتهم أول إشي على البارد، وبعدين كملت على النار لحتى غلي الخليط معنا. بالخلاط حطيت عندي جيمر 250 جرام، باكيتين بسكوت الحجم الصغير، معلقة قهوة، وبعدين حطيت خليط الكريم كراميل، خلطتهم منيح. وبعدين عندي صبيتهم على الكيك بهالشكل، حطيته بالثلاجة ساعة لجمدوا، وبعدين صفيت عليهم قطع بسكوت بهالطريقة. وبعدين حطيت عندي كوب مي، ظرف كريم كراميل، ومعلقة قهوة، حركته بأول إشي على البارد، وبعدين نقلتهم على النار لغلي معنا. طبعا هون بنصبه شوي شوي لحتى ما تطوف معنا قطع البسكوت، وعلى الثلاجة أقل إشي ساعتين. وبما إنه هلأ موسم المانجا، حبيت أعمل حولة ترايبل المانجا، حلا بارد ببرد على القلب بهالشوب، طعمه أكتر من رائع، وطريقة العمل كتير بسيطة وسهلة. أول إشي بالخلاط علبتين قشطة، ظرفين عندي كريمة شانتي، ظرفين كريم كراميل، نص علبة حليب مكثف محلى، 6 مكعبات جبنة كريمي، وحبة مانجا صغيرة. بنخلطهم كلهم مع بعض. وبعدين عندي في صحون ترايفل صغيرة حطيت عندي طبقة من قطع الكيك، سقيتهم عندي بعصير المانجا، حطيت فوقهم عندي قطع من المانجا، وبعدين صبيت الكريمة ووزعتها كتير منيح بهذا الشكل. رح نعمل الطبقة الأخيرة، عندنا كوبين من عصير المانجا، وحطيت عليهم معلقتين كبار من الكستب، ممكن تحطوا نشا، وراح نحركهم ليغلوا معنا ويتقل بهالشكل. وبعدين راح نصبه عنا على الكريمة، ونساوي السطح بهالشكل، وبنزينه عنا حسب الرغبة، وعلى الثلاجة أقل إشي ساعتين. وهيك عنا صار الحلا جاهز، واستمتعوا بألذ ترايفل وصحتين.